يتجه الموسم الدراسي نحو الأسوأ، فقد أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم عن إغلاق باب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي صباح يوم السبت على منسقها الوطني الذي حضر من أجل جلسة الحوار مع الوزارة وفق التصريحات المطلعة عليها جريدتنا. ويبدو أن الحوار بين التنسيقيات ووزارة التربية الوطنية قد وصل لباب مسدود، خاصة وأن شكيب بن موسى تمسك في لقاء أخير مع التنسيقيات بحضور الوزيرين فوزي القجع ويونس كوري بضرورة العودة الفورية للأقسام. وتدرس الوزارة الآن آليات الكفيلة بإنقاذ موسم الدراسي، ذلك أن مصالح وزارة التربية الوطنية ستحسم الأسبوع المقبل في إجراءات المراقبة لمنع سنة بيضاء في التعليم، حيث سيتم تمديد الدورة إلى غاية شهر فبراير المقبل، كما سيتم حذف العطل البينية والأعياد لاستدراك ما ضاع على التلاميذ بسبب الإضراب والصراع على النظام الأساسي.